وده هنا سمك بلطي زي ما انتم شايفين كده. انا عملته كتير على القناه كده زي ما انتم شايفين. انا تبلته برده بنفس التتبيله اللي قلت لكم عليها، يعني توم مهروس او هريسه شطه. طبعا بضيف لها بقى عصير ليمون وتوم، عصير ليمون وملح وكمون زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده انا متبله. بعدين هبدره بالدقيق وبعدين هحمره او اقليه في الزيت. خلاص. ومعانا هنا برضو دي برضو السردين الصغير زي ما انتم شايفين، برضو متبله زي ما قلت لكم، نفس التتبيله اللي قلت لكم عليها. وهقليه برضو، هبدره برضو بدقيق وهنقليه. هو برضو زي ما قلت لكم ايه صغنن. وهنا عملت هنا رز الصياديه زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما نقلي بقى السمك والسردين هنشوف بقى في الاخر بقى شكل الاكله كلها. دي صينيه سردين او ممكن تعمليه بسارية. دي سردين صغير، وهي هنا تحتها كده زي ما انتم شايفين كده. هنا في شرايح من البطاطس بس انا قطعها رفيع. تبلنا السردين بتوم ملح كمون عصير ليمون. ولو عندك هريسه شطه بتحطيها بدل التوم، يعني لو عندك توم ممكن تعملي توم او هريسه شطه براحتك، وعصير ليمون. وخلاص بقى تبلنا السردين او البسار زي ما بقولك. بس بعد كده رصيت البطاطس، بس دهنت الصينيه زيت ورصيتها حلقه البطاطس اللي هي رفيعه جدا زي الشيبسي كده. بعدين حطيت فوقيها السردين، وبعدين بقدونس ده المتقطع ومعاه فلفل. بس زي ما انتم شايفين كده. بس وهنسيبها تستوي بقى على نار هاديه خالص، او ممكن تدخليها جوه الفرن. بتسيبها لحد ما تشرب. بتغطيها بتسيبيها لما تشرب الميه بتاعتها. انا طبعا حطيت ميه، شويه ميه صغننين كده، حوالي ربع كوبايه من الميه او اقل شويه. بس بعد كده بتغطيها بعد كده بايه، بتسيبها لحد ما تستوي. بعد ما تستوي بتدخليه ايه تحت الشوايه. خلاص. يا رب يعجبكم الفيديو، تتابعوني. وكده زي ما انتم شايفين كده خلاص بعد ما استوت اهي. خلاص هنحطها بقى تحت الشوايه، او ممكن تسيبيها كده برضو، لان هو كده زي ما انتم شايفين هو سردين صغنن بحجم البسارية زي ما انتم شايفين كده. فانا هحطها تحت الشوايه عشان تاخد لون. وده هنا فلفل كده بالصلصه. فلفل اهو مش شايفين كده. ماشي. في فلفل انا مقطعاه، وفي فلفل انا سايباه بحاله. بجيب توم مهروس وشويه زيت بنحمر فيه التوم. بس قبل ما احمر التوم بكون محمره الفلفل. وبعد كده بشيل الفلفل بعد ما اتحمر، وبحط مكانه توم مفروم. وبعد كده بنحمره، وبعد كده بنحط تكون التومه لونها اصفر. وبعد كده بنحط عصير الطماطم زي ما انتم شايفين. بنسيب الطماطم يا دوب بس كده تغلي كده غلوتين 3، وبعدين بننزل فيها الفلفل. وبعد كده بس بنسيبها تغلي غلوتين كمان، وبعدين بنطفي عليها. وعملت برضو معاكم قبل كده على القناه.